اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده بقى هنعمل النهارده كوارع. طبعا المره اللي فاتت في الفيديو اللي فات انا كنت عامله فيه ممبار، والمره دي كوارع. انا كنت عامله الممبار والكوارع والشطيطه الثلاثه مع بعض، بس كل واحد هنزل كل فيديو لوحده. تمام؟ تعالوا بقى ما اقول لكم عملتهم ازاي. طبعا انا نزلت لكم طريقه الممبار، دلوقتي هوريكم طريقه الكوارع. انا جبت الاول كوارع، نضفتها كويس جدا وغسلتها كويس جدا وخليتها فل شمعه منوره. تمام. جبت حله، حطيت فيها ميه تغلي على النار، حطيت فيها شويه من الفلفل الاسمر، وحطيت فيها ورق لورا، وحطيت فيها قرنفل. وبعدين بعد ما غلت معايا نزلت عليها بالكوارع. هسيبها تغلي 5 دقايق وبعد كده هصفيها كويس جدا. دي التوابل بقى اللي انا هحطها معاه. ده ورق لورا وحبهان وفلفل اسمر وكوبيبه ومستكه وجوز الطيب. هنجيب حله وهنحط فيها معلقه. هنزل الاول باول معلقه من السمنه، معلقه كبيره كده من الخشب دي، ومعلقه كمان من السمنه. هسيبهم يسخنوا كويس جدا ويسيحوا على النار. بعد كده هنزل عليها بالكوارع. طبعا ده كارع كامل، رجلين يعني اللي هي الاماميه وكامل، تبقى مليانه عن الرجلين التانية. تمام. مقطعينها. هشوحها بقى دلوقتي كويس جدا. وبعد ما شوحتها هنزل عليها بالورق اللورا والحبهان والمستكه والكوبيبه والفلفل الاسمر، واقلبهم كويس جدا مع بعض. بعد كده ميه سخنه من الكاتل هنزل عليها. اهم حاجه ميه سخنه من الكاتل عشان مش تجرمز معايا. تمام. والميه تغطيها. بعد كده هنزل عادي. قطعي البصل كبير، وبعد ما تستوي هتلاقي البصل اصلا عاد نون صغير خالص معاكي. وبعد كده حطي معلقه من السكر عشان تساعد على السوا، وحبايتين كبار من الطماطم. تمام. وبعد كده حطيت حبهان كمان وسبتها بقى مع نفسها خالص، غطيت عليها وسبتها مع نفسها خالص. بعد ما استوت ملحتها، حطيت عليها الملح بتاعها وظبطتها. بعد كده وريتها لكم وهي في الحله بعد ما بردت شويه، وهنا حطيتها في الاطباق. بصوا الجمال، الجمال عدى الكلام اقسم بالله. جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا جدا جدا. اهم حاجه تشوحوها الاول، هتفرق في الطعم خالص. طبعا زي ما قلت لكم انا نزلت لكم طريقه عمل ممبار، ودلوقتي طريقه عمل كوارع، والمره الجايه هنزل لكم الشطيطه او الكرشه. انا عملت التلاته، الممبار والكوارع والشطيطه في يوم واحد، بس عامله كل فيديو لوحده. تمام. ما تنسوش تعملوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا. طبعا في اول الفيديو انا حطيت الاول ميه على النار، وفيها فلفل اسمر وفيها ورق لورا وفيها قرنفل. ليه؟ علشان احط فيها الكوارع وتشيل اي زفاره منها. انسوا ان انتوا تلاقوا فيها زفاره خالص، اعملوها بالطريقه دي مش هتلاقوا فيها اي زفاره خالص. متنسوش تعملوا لايك للقناه وسبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم كل جديد. بحبكم يا احلى ناس في الدنيا. مع السلامه يا حبايب قلبي.